بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد فطر مبارك عليكم سعيد. تتهنوا بيه يا رب، وبالكحك والبسكوت متهنيين، وبالشاي بلبن ومسقيينه في البسكوت. كل سنة وانتم طيبين، وتعاد علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها بخير وسعادة وهنا يا رب. معنا فيديو حلو أوي النهاردة وفطار حلو أوي النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة. ويلا نبلش الفيديو، والله يلا نبدأ الفيديو بسرعة قبل ما يسيبنا ويمشي، لأن رمضان كريم. معايا بطاطس غسلاها ونقعاها، فضلت نقعاها شوية عشان تسيب الطينة اللي فيها بسرعة، ما افضلش ادعك فيها قوي. اما تيجي تبقى حابة تعملي بطاطس، ابقي نقعاها في المية شوية، مش هيحصل فيها أي حاجة، ما تقلقي. معايا هنا بطاطس غسلاها ومنضفاها وزي الفل. هجيب السكينة خرطها بقى بالطريقة اللي تعجبك، 4/4، نصين، دورية، الشكل اللي يعجبك خرطي بيه. انا معايا بطاطس وسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. عاملاها يعني انا منقياها اصلا كده من السوق، يعني ببقى اجيب مثلا كوليان وانا في السوق. يعني مثلا بلاقي دي مثلا الكيلو وربع او الكيلو ونص ب10، ممكن اقوم جايبه ب20 جنيه ب30 جنيه واركنهم. ممكن بقى يوم يبقى عايزه اسلقها ولا حاجه، بقوم رايحه سلقه منها. ما بجيبش بقى من الكبيره اللي انا ببقى اجيبها للتقشير للشيبسي يعني واعمل منها، لا، بتبقى الصغيره دي نظيفه وحلوه من نفس الشكاره اللي بتبقى في الكبيره، بس بتبقى صغيره شويه، فبتبقى يعني سعرها ارخص. فممكن اجيب منها مثلا ب20 ب30 ب50 على حسب ما انا شايفه البطاطس قدامي عامله ازاي. ممكن بقوم رايحه جايبه شويه واقوم راكناها. اما باجي اسلق بقى، بدل ما بجيب من الكبيره بقوم رايحه جايبه من اللي هي الصغيره ديت. يعني نقعها شويه واقوم سلقاها. احنا معانا بقى شويه هنا هنسلقهم، ومعانا ميه عايزين نحطها على البوتاجاز. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. احنا طبعا بنملى السلستين دي ميه. السلستين ده تحفه يا جماعه، اللي هي على فكره انا بشتريه بالواحده، مش حله او مش لاغط، بتبقى بالواحده كده يعني. بيبقى في حد يعني بيجي فبنجيبه منه او بنجيبه من اي حد، بس نقيه السلستين التقيل الحلو. ممكن بتسلقه في مكرونه، ممكن بتسلقه في بطاطس، ممكن على فكره بتعملي في كل حاجه. ممكن تسخني ميه لو بتنضفي حوان فيه. طبعا بقى ما عادش الالومنيا ولا الدعك ولا الكلام ده، فكل شغلنا في السلستين، منه نظافه ومنه طبعا ما بتتعبيش ايديكي وانت بتغسليه في المواعين وكده. هنا بقى انا حطيت البطاطس اهي تتسلق، وحطيت الميه المكرونه اهي. هنا حطيت ملح وهنا حطيت ملح، وهناك كده حطيت حبة زيت، وبقطع قرن فلفل اخضر. يعني هنا حطيت البطاطس بتتسلق، وهنا حطيت مية المكرونة هسلقها، وفي الحلة اللي ورا ديت بقطع قرن فلفل اخضر على حبة زيت. وهجيب الصلصة واقوم حطها عليها. اجيب معلقتين صلصة جاهزين اهي. الصلصة الجاهزة بتبقى حلوة، يعني بتدي بتدي قوام للصلصة بتاعتنا. الطماطم العادية بدل ما بتبقى، مهما تسبكي في الطماطم العادية بتاعتنا ما بتبقاش زي الصلصة، هي ما بتبقاش حلوة. بس احنا عشان تدي لون بس حلو شوية في في الحاجة. يعني مثلا ممكن تعملها في المحشي، في المكرونة، في أكل كده بتحبي يعني حماره بيبقى زايد بس شوية. هنا بقى عشان أطلع ريحة الصلصة منها بحط حبة ملح، بحط حبة فلفل أسود أقصد، وبحط حبة كزبرة ناشفة. تلاقي بقى ريحة الصلصة كلها طلعت، فما بيبقاش لها ريحة صلصة ولا حاجة. اما تحطي مع الصلصة الجاهزة معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل أسود، ويتقلبوهم شوية على نار وسط، فريحة الصلصة بتطلع منها. فما بتيجي تحط عليها الطماطم التانية بيبقى خلاص، بتبقى طماطم زي الطماطم، ما بتبقاش فيها يعني حاجة. يعني ريحة الصلصة دي خلاص كده. سبت بقى الطماطم تتسبك براحتها، وتعالوا نسلق المكرونة. معايا كيلو مكرونة، نص كيلو مكرونة، على حسب ما انت هتعمل. هو ده كان فطارنا النهاردة، فطار خفيف كده. حبيت بقى اعمل يعني تغيير من اول رمضان. دي تاني مرة متهيألي اعمل مكرونة فيها. الولاد بصراحة أكلهم وحش قوي في الصيام ده بأمانة. الأكل وحش جدا، رغم إن الجو برد، بس العيال بتشرب مية وعصير بطريقة وحشة قوي. الولاد بتشرب مية وعصير بطريقة يعني مش بياكلوا قد ما بيشربوا. معايا هنا بقى في طاسة تانية. خلاص أنا سلقت المكرونة وشيلتها.
معايا هنا بقى يجي 5 6 فصوص توم كده، او راس توم، بس راس توم صغيره. ومعايا معلقه شط بتاع اللهم صل على حضره النبي، اسمها ايه، هرسة شطة من اللي انا كنت عاملاها معاكم، معلقة واحدة. ومعايا قرن فلفل اخضر سبايسي بارد بقى، دي بتاعتك انت. يعني انت لو عندك طبعا اطفال، فطبعا مش هتكتري في الايه في السبايسي، هتخلي السبايسي ايه هادي شوية عشان الولاد. طبعا انا ايدي في كل حاجة، ايدي في مثلا في الصلصة عشان ما تشطش مني، وايدي مثلا في اللي انا بعمله التاني، ايدي في كل حاجة. ايدك في كل حاجة، ووقعت المعلقة يا نصح. معايا هنا بقى كيلو كبدة فراخ اهو، معايا كيلو كبدة فراخ مقطعاه وغسلاه وعصر عليه ليمون وزي الفل. هديله بقى تشويحة حلوة مع القرن الفلفل اللي انا عاملاه، ومع التومة، مع هرسة الشطة، وهسيبه ياخد لون عشان الكبدة ما تتهرش مني، ونرجع لها تاني. هنا بقى كانت البطاطس اتسلقت، شلتها خلاص. وهنا اللهم صل على النبي، دي صلصة المكرونة. تعالوا بقى نملح الكبدة بتاعتنا، ملح ابيض، كزبرة ناشفة، ومعلقة فلفل اسود اهو، وشعرة شطة صغنونة خالص، يعني هنقول ايه، ذرة شطة صغيرة قوي اهو. قعدت بقى ايه، اديت تقليبة حلوة للكبدة كده اهي، وملحتها بكزبرة وفلفل اسود وملح. كزبرة ناشفة بتدي للأكل طعم تحفة. هنا بقى كانت الصلصة بتتسبك، لأن بقى كنا ايه كده سلقت البطاطس وخلاص الحمد لله قشرتها. وهنا الكبدة على النار، وهنا بسلقت البطاطس زي ما انتوا شفتم، شايفين لونها حلو قوي. تعالوا بقى من ايه، انا لسه خرطت عليها بصلة ولا لسه؟ لا لسه ما خرطتش عليها بصل. هجيب بس بصلتين 2 كده يخلوا ايه ليها ريحة كده ونكهة حلوة، بصلتين 2 بس. لو عايزة تضربوهم في الكبة اضربيهم، لو عايزة تخرطيهم زي ما انا خرطتهم خرطيهم براحتك. هم بصلتين يعني مايلين للصغيرة مش للكبير، او مش وسط، يعني اقل من الوسط كمان. هم بصلتين 2 بس. ومعايا قرن فلفل، هديهم بقى تقليبة حلوة كده. وهنسيب القرن الفلفل التاني لحين ما اجي اقفل على النار. يعني هحط قرن دلوقتي وهسيب قرن لحين ما اجي اقفل، يعني قبل ما اقفل بدقيقتين بس ولا ب3. هقوم رايحة ايه مقطعاه، واقوم رايحة بقى ايه قافلة عليها، بس لسه شوية هسيب القرن هو باين معاكم اهو. مش هعمله كده، الصلصة اتسبكت بقى. تعالوا اما نفضل ايه المكرونة بتاعتنا. وانا غلطت بصراحة في المكرونة جت مني كتير، وما خدتش بالي. وحصة صيام، والأكل لما بيبات يعني بيتاكل بس مش قوي، ممكن نلمه. بس كانت المكرونة باقية كتير بصراحة. قلت يا ريتني كنت قسمتها. فقللوا في الأكل في الصيام على قد ما تقدروا لو ما عندكيش عزومة أو ما عندكيش حاجة، قللي في الايه في المكرونات شوية، أو في الرز، أو في اللي انت بتعملي أيا يكون. لأن شايفين ما شاء الله معايا الحلة اتملت حلو، فكان يلا مش مشكلة. خلاص كده أنا زي ما قلت لكم كده أنا هقفل. بس ايه هقطع الطبق، هقطع القرن دوت، وهقفل بقى. يعني انا هقطعه واديله بس تقليبه، واقوم قافله مغطيه عليها. الطاسه دي احلى حاجه فيها ان هي بايه بغطا، يعني انا ممكن اعمل فيها الحاجه واقوم مغطيه عليه. هقوم بقى مقطعه القرن الفلفل، واقوم عاطيه تقليبه حلوه اهو. وهقوم بس شكرا 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 شكرا. اقفلي بقى يا حاجه، وطفي عنها، وروحي بقى ايه تعالي هاتي بقى البطاطس. لان احنا ايه كده خلاص، طالما قلبت المكرونه وعملت القرن الفلفل ده، يبقى خلاص احنا كنا بقى ايه على وجب الفطار. كنت خلاص عملت عصير وظبطت دنيتي ومصفيه الزيت. تعالوا بقى اما نجيب البطاطس بتاعتنا. والحمد لله الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. وانا واقفه بطبخ اي حاجه بقى بتتوسخ، مثلا طبقين زي اللي راحوا دولت مصفى، بقوم رايحه ايه عاملاهم بسرعه. شايفين بقى هنا انا مقطعه البطاطس معاكم، مثلا البطاطسايه 2 أو 4. هنا بقى بحس ان هي تخينه شويه، ممكن بقوم ايه مقطعه، فبتبقى رقيقه، وبتبقى الايه الولاد بيحبوا ياكلوها.
اهي. خلاص مليت كده الطاسة، والحمد لله كده طلعت البطاطس كمان. دول كانوا صباعين كفتة عندي مسخناهم، ودي كده خلاص يعني هديها بس ايه، خلاص انا بغرف بحيث ان هي تتغرف بس سخنة. يعني خلاص بقى انا كنت طفيت عليها، فكده خلاص بغرف اهو. خلاص شايفين بقى الطاسة عملت ازاي؟ فهي اصلا كده كده سخنة، بس حبيت اديها ايه، تشويحة كده مع الايه. خلاص شايفين. تعالوا بقى اما نغرف المكرونة بتاعتنا ونشوف اكلنا النهاردة عامل ايه. عملت طبعا سلطة، وعملت عصير، وطلعت مخلل. عملت شوية شغل كده حوالين قبل ما افتح الكاميرا، حبة شغل حلوين. طبعا كلنا بنعمل سلطة، كلنا بنطلع مخلل من اللي عندنا. لو ما عندكش مخلل عاملاه بتشتريه، تبع ايه، تبع حاجتك وتبع ظروفك. كده بقى خلاص كل واحد هنغرف له طبقه بالمكرونة. وتعالوا بقى نشوف فطرنا النهارده عامل ايه. ادي المكرونة، وكان عندي سمبوسة كمان اهي قليتها، وادي البطاطس، وادي سلطة، وادي مخلل، وادي عصير خروب وعصير فراولة، ودي المكرونة ما شاء الله حباية من حباية، ولونها كان تحفة. مش عارفة هي هنا الكاميرا مفتحة ليه، بس هي كانت حمرا عن كده كتير. ودي كفتة، دي كفتة وسمبوسة كانوا باقيين عندي من امبارح بصراحة مسخناهم.